السلام عليكم ورحمة الله ويعطيكم العافية جميعا. اليوم رح أصدمكم بمعلومة، بس كونوا على يقين أني درستها منيح وتأكدت منها كثير منيح قبل ما أجي وأحكي لكم إياها زي ما دايما بسوي. بفضل من الله اشتريت، ركزولي على الجملة الجاي، السيارة الوحيدة الخليجية، يعني مواصفات خليجية، هي سيارة واحدة ما في غيرها. بفضل من الله أنا اشتريتها. إيش يعني سيارة وحيدة؟ يعني السيارة الوحيدة بالتفاصيل اللي حورجيكم إياها اللي مواصفات اللي جاي مواصفات خليجية من المصنع. حبة واحدة انطلبت ما انطلب غيرها، وبفضل من الله كانت بالنصيبة. طبعا انتم بتعرفوا انه كان عندي اليوكون 2011 الدينالي، وكان عندي الكلاسيك الشيفروليه كلاسيك موديل 75. فضل من الله بعت السيارتين وجبت السيلفرادو الاتش دي ال 2500 موديل 2022. وهاي هي السيارة اللي بدنا نعرفها عليكم اليوم ونحكي لكم تفاصيلها. هاي السيارة ريجولار كاب. ايش يعني؟ يعني باب واحد، يعني كابينة واحدة. نعم، السيارة الوحيدة بالخليج. وبسم الله، اول اشي بنبدا بناخدكم بلفه هيك، بعدين رح نحكي لكم كل تفاصيلهم، نحكي لكم شو التعديلات اللي سويناها عليها او شو الشغلات اللي طلبناها من الوكيل قبل ما استلم السياره. طبعا وكاله زيرو فضل من الله، 2500 اتش دي، باب واحد، البد الطويل. هاي السيارة انطلبت عن طريق المكتب الإقليمي كطلب خاص من المصنع. كل فترة هم بيسووا نوع من الامتحان للمصنع، بيصنعوا بيطلبوا سيارة مش موجودة بالسوق عشان يشوفوا المصنع قديش باخذ وقت ليصنعها وقديش باخذ وقت ليبعتها، والسيارة الوكيل كيف بيستلمها وقديش باخذ وقت لا يبيع السيارة. كل هذا بيستخدموه كنوع من التحليل والدراسة لجودة المصنع ولجودة البرودكت عندهم وجودة سياراتهم يعني لدراستهم ولشغلاتهم الخاصة. فطلبوا سيارة مش موجودة بالسوق، ما في وكيل طلبها، ما بيطلبوها الناس، اللي هي سنجل كاب، باب واحد، البد الطويل. السيارة طولها تقريبا 5.9 متر. البد لحاله البد لحاله تقريبا 2.5 متر. عرض السيارة مترين، ارتفاع السيارة مترين. السيارة جدا كبيرة ما شاء الله، جدا ضخمة. كملكم اللفة. طبعا بيجي عليها الموري الكبيرة، طبعا ترم الزد 71. السيارة فيها 4 ويل درايف، هاي ولو والقصص هاي. الرنجات تيجي 18 من الوكيل. السيارة ما إلها صوت، هلا حورجيكم لما نطلع ونسوق السيارة. شايفين؟ هذا كاتم ابو الصوت، مع انه تقريبا 4 انش عرض الاكزوست. فيها كاميرا خلفية واضاءة للكارير واضاءة خلفية من عندك على الموري كمان لما ترجع ريفيرس. وطبعا الباب بيفتح بشكل اوتوماتيكي ولكن بتسكره بشكل مانيوال. طبعا قدرة حمولة تصل ل 3.5 طن. قدرة سحب تصل ل 8 طن. سعة حمولة تصل ل 2400 لتر. هذا حكي يعني طبعا شيء طبيعي لأنه السيارة ما شاء الله زي ما انتم شايفين ضخمة جدا. شو التعديلات اللي أو شو الشغلات اللي طلبتها من الوكيل؟ سويتها بلاك أوت بالكامل، شلت كل الكروم وسويتها أسود. الرنجات، الإضاءة الأمامية الخلفية، البمبر الخلفي، البمبر الأمامي، وتم تعتيب الإضاءة كمان. والشبك الأمامي غيرت لونه مع تغيير شعار او كلمه شيفروليه، خليتها من لون الشعار. الشغلات الاضافيه اللي انا سويتها من الخارج، الرقم ركبته بطريقه مختلفه، وركبت كشافات بالاسفل. السياره ما بيجي فيها كشافات، ما بيجي فيها تشغيل عن بعد. هاي تعتبر الورك تراك. الورك تراك يعني تعتبر الفئه القياسيه، فهذا هو الريموت، ما فيها تشغيل عن بعد ولكن فيها شويه مواصفات جميله. الاضاءه اللي فوق هاي بتيجي لحالها طبعا، وكاله.
خلينا نورجيكم السيارة من الداخل. طبعا قبل ما نفتح، فيها سيارة واي فاي وفيها اون ستار. من الداخل طبعا سيارة جدا بسيطة، حتى الأرضية من الربر، ما بيعلق عليها الوسخ، يعني هذا بس هيك تمسحه بمي بيروح على طول. ولو نزل المي لو هذا ما عندك أي مشاكل. قماش طبعا اللون الأسود. 3 كراسي، هذا البنش سيت كمان بالرفع، وعندك سعة تخزين بسيطة. هون سامحونا شوية أغراض، ولكن وورك تراك. شاشة 7 إنش، أبل كار بلاي، أندرويد أوتو، كروز كنترول، وعندك الأكسلري هدول عشان تشبك عليهم الإضاءة اللي زيادة أو أي شغلات، مثلا ونش، إضاءة، شو ما بدك تقدر تشبك عليهم بأمورك بالسليم. هاي لو أوتو، والقطر والإضاءة وهاي القصص كلياتها اللي بتعرفوها. الهاند بريك بالكبسة، شوفي عنا كمان هون. طبعا لأنها الورك تراك، شايفين حتى تاعت الايرباج مش موجودة، لازم تفصل الفيوز عشان تحرص على انه لما تدخل البر امورها تكون بالسليم، ولكن ما في كبسة للموضوع. وعندك الاون ستار. هذه السيارة من الداخل بشكل سريع. ما في تحكم على عجلة القيادة بالنسبة للنظام الصوتي، ولكن فيها كروز كنترول. خلينا نورجيكم المحرك. ما شاء الله، 8 سلندر، 6600 سي سي، 401 حصان، و629 نيوتن متر من عزم الدوران، مرتبط بناقل حركة من 6 سرعات. هذا مش ديزل، بنزين يا جماعة الخير. وبسم الله نبدأ قيادتنا. سيارة جدا جدا هادية لدرجة انه يعني ما بتحس انها 8 سلندر. رح اسوي شيء على الصوت ولا لا صراحة ما بعرف. حاليا مش مفكر بشيء، السيارة ما شاء الله صارت ماشية 3000 كيلو، فمش كثير مفكر في الامور حاليا. حاب استمتع فيها زي ما هي هيك، وبعدين يخلق الله ما لا تعلمون. خليني احكي لكم شويه ارقام الزياده. سعه خزان الوقود 140 لتر. حاليا بالامارات بعبيها فل مع سعر البنزين تقريبا 400 درهم، بتمشيني ما يقارب جوا المدينه 730 كيلو متر. يعتبر ممتاز جدا بالنسبه إلي، مقارنه باليوكو مثلا اللي كان عندي 2011 ما كان يمشيني هاي الارقام. فيعني هاي شغله بالنسبه لمحرك السياره وحجم السياره تعتبر شغله ممتازه. سعر السيارة يبدأ من 150 ألف درهم إماراتي. طبعا أنا الحمد لله فضل من الله أخذتها بسعر خاص جدا جدا جدا، كونها الحبة الوحيدة موديل 22، وإحنا يعني شوي بندخل في ال23، فأخذتها الحمد لله بسعر جدا ممتاز. ما قدرت أحكي له لا صراحة، خصوصا أنا بحب هاي السيارات وبحب اقتنائها. رح تيجي تحكوا لي ليش تنازلت عن سيارتين مقابل هاي؟ لا، انا ما تنازلت عن سيارتين، انا اجالي سعر ممتاز بسيارتين فبعتهم، وبعدين اجالي سعر ممتاز بسياره جديده فاشتريتها. هو هيك الموضوع. اليوكن مثلا يعني شوي كنت توصل معي 300 الف كيلو، فاجالي سعر فيها الحمد لله، قلنا لها مع السلامه. الكلاسيك كمان نفس الاشي، موسمه هلا احنا بالشتاء، فاجالي سعر فيه منيح كمان، فحكيت له مع السلامه. فهاي الفكره وهذا اللي صار. حنورجيكم هلا فيديو تسارع. من الشغلات السلبيه طبعا الكارير يعني كثير 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 بضرب. في لها حلول، يا بتحط لها وزن بالدبه، يا بتركب لها سلاستيك، يعني يا بتغير نظام التعليق. بدها شويه شغل ان شاء الله، شوي شوي بنلاقي لها حل. ولكن طبعا كونه ريش وهيك فمش مريح مثل السيارات الثانيه، ولكن انا بعشق هذا النوع من السيارات. الله يعطيني خيرها ويكفيني شرها، ويرزقكم جميعا اللي احسن منها. ما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، انستغرام وفيسبوك ويوتيوب، وادعوا لنا دعوة بالخير، ونراكم على خير، والسلام عليكم.